ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك، فوز بكأس مصر على فريق قوي. مش فريق، انت بتلعب فرقتين يعني. بيراميدز ده عبارة عن فرقتين في فرقة واحدة. احنا الله يا ربنا يكون في عوننا، ما عندناش حد على الدكة ننزله أصلا. بنلعب النهارده بطل أفريقيا على مباراة يعني. كان لازم جماهير الزمالك اللي موجودة دي تروح مبسوطة. ما كانش هينفع يعني يوم عظيم، يوم عرفة، وبنلعب الساعة 8:30. اللعيبة ملحقتش تفطر أصلا، لعبت الفرقتين بتلعب بيراميدز. الاماكن عندها كامله، عندهم نجوم في كل مكان، واحنا يا دوب بنجمع لعيبه تلعب المباراه دي يعني. فرق الامكانيات بين الفرقتين بعيد جدا. بس في حاجه مش عند بيراميدز، عند الزمالك. جماهير الزمالك جماهير الزمالك النهارده اللي كانت صايمه وراحت وفطرت هناك، وعملت كل حاجه تقدر تعملها مع الفرقه عشان الفرقه تكسب. لو كان في سبب فوز النهارده، فهو يبقى جماهير الزمالك. جماهير الزمالك اللي عمرها ما تخلت عن الفرقة. الزمالك يجيب لك الضغط، يجيب لك السكر، يخليك حزين وفي لحظة يفرحك. مفيش مقاييس مع الزمالك. الزمالك بيقدم لك سيناريوهات غريبة عجيبة ما بتحصلش مع فريق في العالم، ما شفتهاش. فرقة تسجل ضربة جزاء تضيع، تيجي برضو تجيلها الفرصة التاني تضيع، لحد ما ربك يشيلها لشيكابالا عشان هو اللي يسجل الكورة ونفوز. الحمد لله. افضل لحظات النهارده كانت تسليم الدرع من الكابتن عبد الشافي، ونعمل ختام عبد الشافي اخلاق عاليه جدا من القائد شيكابالا. سلمه الكاس واحتفل مع جماهيره. احنا خلاص الواحد قلبه بيقف مع الفرقه دي. احنا داخلين على عيد، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله دي، كنا نستحقها يعني. ما كانش هينفع ما ناخدش البطوله دي النهارده. ان شاء الله الزمالك، انا متوقع ومتوسم خير ان الفرقه اللي هتبني من جديد دي هتكون فرقة قوية، وإن شاء الله هننافس على البطولات السنة الجاية. ربنا كرم مصطفى شلبي النهاردة، خسرنا البطولة دي يعني. كان هيزعل. أنت بتعمل حاجات غريبة يا مصطفى شلبي. بص هقول لك على حاجة، أنا مش هجيب سيرتك خلاص. انسى يا جماعة، انسوا الموضوع اللي أنا كنت بتكلم فيه ده. عمي ناصر منسي. ناصر منسي ده جميل، رائع، والله العظيم جميل ورائع وجميل فوق الوصف. ناصر منسي بيرجعك للمباراة بجون. كل الناس قالت إن هو حطها لوب، هو عملها لوبة بس من تحت. ايه العظمه دي؟ ناصر منسي نزل في الهجوم، خلى ليك شكل. كل كرة بيموت نفسه عليها. ما تقوليش بقى ده لعيب على الله وارزاقي والكلام ده، لا، هو لعيب مجتهد. مفيش لعيب على الله بيعمل اللي بيعمله ده. نهايه الموضوع، ده لعيب فاهم هو بيعمل ايه، بيشغل عقله. ما تقوليش غير كده، انا مش هقبل منك غير كده. رجل المباراه النهارده بالنسبه لي هو محمد شحاته. مش محمد شحاته انا، محمد شحاته بتاع الزمالك. لعيب صغير في السن، الله اكبر عليه يعني، عظيم. محمد شحاتة بيلعب بقلبه وبروحه. سيف فاروق جعفر بالمناسبة قدم مباراة طيبة النهاردة. دي لعيبة تقدر تكمل بيها وتبني عليها. ربنا كرم جماهير الزمالك النهاردة إن هي ما كانش ينفع تروح زعلانة باللاعب بطل أبطال أفريقيا. يعني بتلعب فرقة الله أكبر عليها. احنا ما نكسبش الفرقة دي، والله ما نكسب بيراميدز. بس هو ربك كان رايد إن جماهير الزمالك دي ما تروحش زعلانة. العداية وصلت من الزمالك، قلبنا كان هيقف وربنا كرمنا عشان احنا والله العظيم جماهير قلبها ابيض. الحمد لله على نعمة الزمالك. وحش حلو في أسوأ حالاته، هو ده الزمالك. هو ده، هو الكوكتيل ده. الزمالك شبهنا واحنا شبهه. في أي حاجة هتلاقي، هي دي الدراماتيكية بتاع الزمالك. حاجة هقولها لك ازاي. الزمالك ده حاجة يعني، تحس ان هو عملية صعبة. في كيمياء كده وبينه وبين جماهيره. مش اي حد يقدر يشجع الزمالك. الزمالك عايز مشجعين من نوعية خاصة، عايز جماهيره هم لايقين عليه وهو لايق عليه. كل سنة وانتم طيبين.